لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وقال لك برضو كمان: ويفوز باللذات كل مغامر، على صخرة اللا معقول وعلى صخرة اللا ممكن زأر المنتخب المغربي، فأرهب القلوب وأمتع العقول، وقالها كل الرجال: لا مستحيل اليوم. المغرب تسطر تاريخا كبيرا عميقا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمحى إلا بعد، وإن كان محوه مستحيلا فمن الصعب بل والأصعب أن يكرر. وتعجز اللغة العربية عن إن هي توصف مدى السعادة اللي موجودة في الوطن العربي، وتقف كل الكلمات وتقف كل اللغات اللي ليها علاقة بكرة القدم قدام اللي عمله المنتخب المغربي ومش فاهمين. منتخب المغرب اللي عمل حاجة كلنا بنقول عليها مستحيلة في الكورة. مستحيل المغرب يبقى في مجموعة فيها كرواتيا وفيها بلجيكا، والقصة والحدوتة حلوة قوي وعمرها ما تكون ملتوتة. هي قصة إلهام، إلهام كبير، إلهام إفريقي عربي خالص. إلهام قدم فيه المغرب وأهل المغرب نموذجا محترما طيبا عظيما بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل كلام الكورة اللي تصدر من سنين، من سنة 1930 لحد النهاردة، عن عدم قدرة العرب أو الأفارقة عن اجتياز الصعب واجتياز ما هو متعلق ببطولة كأس العالم، اتحطم النهاردة. احنا كل 10 سنين من سنة 90 يظهر لنا منتخب عربي يوصل للدور اللي فات ويخرج. مرة غانا، مرة السنغال في 2002، مرة غانا في 2010 كده. لكن أن تصل إلى الدور قبل النهائي بهذه الجودة من الأداء المتميز، وانت مش خايف من فرقة، وانت مش هايب حد، وانت فعلا بتزأر كما الأسود، هو تاريخ كبير جدا جدا جدا. عظمة التاريخ ده انه المغرب لعبت كل التقايل بتوع الكورة. عظمة التاريخ ده انه المغرب قابلت كرواتيا وقابلت بلجيكا وقابلت اسبانيا وقابلت البرتغال وقهرت الكل وصعدت إلى ما لم يصعد إليه من قبل لا منتخب عربي ولا منتخب إفريقي. هي منطقة خام سميت اليوم باسم المغرب. هكذا يكتب التاريخ لو تعلمون. تحية كبيرة جدا جدا للمنتخب المغربي، لمديرهم الفني وليد الرجراجي، هو أفضل مدير فني في البطولة. واحكي لك قصة لعلك تدرك هو كيف يفكر وكيف وصل وليد الرجراجي إلى هذه المكانة خلال شهرين فقط لا غير. هو قد يكون المدرب الوحيد اللي عدد مبارياته وصلت إلى 8 مباريات رسمية مع منتخب بلاده، وصل بيها إلى المربع الذهبي في كأس العالم. من ساعة ما الماتش ما خلص لحد دلوقتي وانت مش واخد بالك أو بتحاول تستوعب هو اللي حصل ده حلم
ولا واقع؟ هل احنا على ارض الواقع ولا ده حلم؟ لكن الحقيقه انه ده ارض الواقع. اللي شاف لعيبه المغرب في كل ماتشاتهم يعرف ان هم رجاله ولاد رجاله، وهيلاقي عبر كتير جدا جدا هنتكلم عنها واحنا ماشيين. بس القصه كلها رايحه وجايه من ناس امنت بنفسها وصدقت نفسها، فالهموا الكل، ووصل ده للناس كلها في الوطن العربي. فبقت الناس ماشيه ورا منتخب المغرب ومستنياه علشان يحقق. الناس كان عندها ثقه من النهارده المغرب هتكسب البرتغال. لو انت بتقول الروايه ديت قبل البطوله محدش هيصدقك. ده المغرب هتعدي وتكسب وتعدي بلجيكا وتعدي كرواتيا وتعدي من المجموعه دي كلها، وبلجيكا هتخرج من الدور ده وهتكمل وتلعب اسبانيا بانريكي على جنب، وتلعب البرتغال بكريستيانو على جنب، كل الحاجات دي كلها مش هتصدق. بس والله التاريخ بيصنعه الرجاله بس، يعني مفيش حاجه تاني. يعني التاريخ بيتصنع بالقلب.